السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يمسيكم بالخير. قول يا الله ان الله يقبل منا ومنكم. اسأل الله لا يحرمنا ولا انتم الاجر، واسأل الله يعتق رقابنا ورقاب ابانا من النار. كل شخص يتخيل انه دخل مجلس وقال له صاحب البيت لو سمحت برا، انت وفلان برا، او انت وفلانة برا، ايش ردة فعلكم وقتها؟ طبيعة الحال بتكون ردة الفعل مؤلمة جدا، فوق ذلك هم وغم واحراج عجيب. لكن ايش ردة الفعل بتكون اذا كان اللي طردك ورفض دخولك هو الله؟ اي نعم، اسمع. في صحيح مسلم: تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. القلب الصالح، قلبك إذا ما صفيته وغسلته من الغل والحسد والحقد والضغينة والجفاء والقطيعة، والله ما تسعد ولا ترتاح. تبغى السعادة والراحة؟ سامح. تبغى الهناء وتعيش وانت مرتاح وراسك هادي؟ اصفح واعف، والله إنه خير لك في الدنيا والآخرة. كثير منا ما يعرف اسم الصحابي اللي قال عليه الصلاة والسلام: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. لماذا؟ ينام وما في قلبه غل على أحد. صعبة؟ والله ما هي صعبة. النبي عليه الصلاة والسلام أساء له في دينه وفي شخصه وفي عرضه، ومع ذلك اذهبوا فأنتم الطلقاء صلى الله عليه وسلم. مهما انتقمت من المسيء إليك أو جفيت أو قطعت أو هجرته، والله ما في أهنى قلبك مثل وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. والله ما أخس منها ولا أشمز، يعني ما أكره من هذه الحركة، إنك تدخل مجلس وتطالع في واحد مقاطع عنه ولا تسلم عليه. شيء مؤسف وغير مقبول إن الناس كلهم يمزحون ويضحكون من سالفتك أو من سالفة غيرك، وأنتوا يا اثنين ما تضحكون من سوالف بعض أو من حديث بعض. سوء التفاهم والخطأ وارد، إحنا بشر نخطئ ونصيب، لكن ليه القطيعة؟ ليه الجفا؟ ليه الغلظة؟ ليه الكراهية؟ ليه الحقد؟ يا رسول الله، إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي وأصلهم ويقطعونني. قال: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم الرماد الحار. ترى قولتنا والله ما جفيته، هو اللي عيا، هو اللي ما سلم، هو اللي ما يبغى ياجي، ما تنفعك عند الله. أصلح قلبك واصدق مع ربك. صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فمن هجر أخاه فوق 3 فمات دخل النار. الحديث صحيح على شرط الشيخين. سؤال الله لنا في القبر والله ما هو سهل، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إيش نقابل الله به يا مسلمين؟ اتقوا الله. إذا عداك إنسان وما سلم عليك يصير علوم ما هي بسهلة، أجل كيف تعداك أعمال المسلمين ترفع إلى الله وأنت لا؟ اتق الله يا مسلم. يجي العيد وتجي المناسبات والزواجات وحن نوجه بوجيهنا من بعضنا. ليه يا أخواني؟ عيب علينا رجال مسلمين نخاف الله ونتقيه، عيب نسوي شيء ذا. دنيا زايلة، دنيا فانية، دنيا ما تسوى عند الله جناح بعوضة. ماتوا قبلك اللي ملكوها من مشرقها لمغربها، ايش سويت بهم؟ اعف واصفح وسامح واغفر لوجه الله، لا ترجو جزاء ولا شكورا إلا من الله العلي العظيم. استودعكم الله.